برافو ريو لكسوس، برافو الفنان أحلام، شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد اليوم باش نتكلم على المجموعة ديال ريو لكسوس اللي تأسست في سنة 2010 في مدينة العرائش، وانطلقت من هذه المدينة بمجموعة ديال العناصر اللي هي محلية بإمكانيات جد متواضعة، وطورت من العمل ديالها ومن الأداء ديالها ومن الأسلوب ديالها
من مدينة العرائش إلى مشاركات على الصعيد الوطني في مهرجانات وطنية ودولية بالمغرب، وبالتالي انتقلت في مشاركات في مهرجانات وفي جولات على الصعيد الدولي من إسبانيا، فرنسا وإيطاليا ودول أخرى. شاركت في مهرجان متميز جدا اللي هو مهرجان باكو دي لوسيا في إسبانيا، وقامت بواحد العديد من الجولات. انتقلت الآن في واحد الأسلوب جديد، في واحد النمط جديد، هو أنه ولات كدير واحد الفيزيون دائما ريو ليكسوس مع مثلا المغنية راكيل بينياس اللي هي في إسبانيا، والآن كنشوفوا هذه المشاركة الأولى ديالها مع بنت مدينة العرائش الفنانة أحلام اللي هي متميزة، اللي هي تبارك الله عليها خريجة ديال المعهد الموسيقي واللي عندها واحد أداء جيد بزاف. ريو ليكسوس الآن غدا إن شاء الله هما خارجين من إسبانيا، عندهم مشاركات في إسبانيا ويمكن ينتقلوا لدول أخرى أوروبية. كيشتغل بالأخص النضال مع واحد المجموعة ديال الأطفال تلاميذ مؤسسات تعليمية كيستقلوا من المواهب ديالهم. وصل واحد مجموعة ديال الأطفال تبارك الله داروا فرقة موسيقية ديالهم، كبروا الآن بداو كيكبروا حتى فنيا، كيكبروا في المشاركات ديالهم. وبهذا الشكل فريو ليكسوس كمجموعة موسيقية اللي قدرنا كذلك نأسسوا واحد الجمعية اللي هي جمعية ريو ليكسوس للموسيقى والفنون، كتأدي الدور ديالها. صحيح بعدنا شوية على المدينة ديال العرايش لظروف التواجد في العمل خارج المدينة بالنسبة للنضال وبالنسبة للجهاد، ولكن ارتأوا أنهم في هذا المهرجان اللي هو مهرجان ولاد المدينة باش يرجعوا يشاركوا في المدينة العرائش ديالهم، باش يبقوا دائما ما ناسيينش الاصل وما ناسيينش العلاقه ديالهم اللي هي هذه مدينه العرائش. وهم واخدين قرار انه واخا يوصلوا فين ما وصلوا في العالميه، دائما مدينه العرائش اللي ينطلقوا منا عندهم ما يرجعوا لنا. فعلا راه خبره ديال الفرقه ديال ريو ليكسوس من 2010 دابا 2024 اللي هي 14 سنه، راه راكموا فيها التجربه ديالهم في اطار البحث الموسيقي ديالهم، في اطار البحث يعني على الجديد. فبقات ريو ليكسوس في الموسيقى، ماشي الموسيقى الصاخبه ولكن الموسيقى الجيده، يعني الجوده في الموسيقى والجوده في الاداء، وكذلك انه كتبحث. خرجت في البدايه الانطلاقه ديالها في البدايه كانت كتشتغل على الفلامينكو وعلى الطرب اللي هو الاندلسي كما نقولوا، ولكن دابا الان انتقلت الى موسيقى العالميه وواحد المجموعه ديال يعني الباقات اللي كتقدر تقدم. يعني هذه هي البدايه. سجلت واحد المجموعه ديال الالحان ديالها وسجلت كلمات ديالها اللي هما موتعين عندها، ولكن مازال ما مقتنعينش النضال والجهاد، مازال ما مقتنعينش بانه وصلوا يعني نقولوا المستوى الكافي. بالعكس مازال كيزيدوا يبحثوا ومازال باغيين يعطيو الاجود، ومازال باغيين الاسم ديال مدينه العرايش ولا ديال ريو ليكسوس ينتشر اكثر على الصعيد العالمي ان شاء الله.